ايوه ايوه ايوه، ايه يا حازم، ايه يا حازم، كل شويه رن 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 رن. في ايه يا عم؟ انا بس كان عندي اجتماع. ايه بجد حصل امتى ده؟ اه طب معلش، انا لله وانا اليه راجعون. معلش، طب معلش كده خليك معايا في ويتنج. الو. ايه يا ريم؟ اه انا لسه عارف حالا دلوقتي والله، انا بس من الصبح كان عندي اجتماع وكده مش عارف. طب البقاء قدام لله، معلش. طب لحظه بس كده، موبايل بيرن التاني، ثواني. الو. ايه يا فندم؟ اه معلش، سمعت دلوقتي. الله يرحمه الله يرحمه. معلش. الله يرحمه. البقاء والدوام لله. إنا لله وإنا إليه راجعون. جمل كتير بنسمعها، بس في حالة واحدة بس، في حالة الوفاة. يعني لما يكون عندنا شخص الله يرحمه حصل له حالة وفاة، بس عمرنا ما فكرنا إن نقولها في حاجات ماتت في حياتنا. في حاجات كتير فعلا ماتت في حياتنا، محتاجين نقول لها الله يرحمك ويرحم أيامك. معظمها عبارة عن سلوكيات اتغيرت للأسوأ. عشان كده احنا فكرنا ان احنا نعمل برنامجنا، برنامج جديد اسمه نفسي نفسي. لا 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 لا، اوعى تفتكر ان برنامج نفسي نفسي يعني يلا نفسي ومصلحه. لا، نفسي نفسي احنا هنتكلم عن السايكولوجي، هنتكلم عن سلوكيات، هنتكلم عن علم النفس، هنتكلم ازاي نقدر نغير سلوكياتنا اللي اتغيرت للأسوأ، عشان بدل ما نقول لها الله يرحمك ويرحم ايامك نقول ايوه احنا رجعنا للاحسن. في برنامج نفسي نفسي احنا هنطرح كل يوم قضيه، مش هنهتم بس ان احنا نطرحها وخلاص، لا، احنا باذن الله اكثر اهتمامنا هيبقى موجه ازاي نحل المشكله دي او القضيه دي. في برنامج نفسي نفسي هنبتدي ان احنا نوصل لمستقبل افضل وحياه احلى. النهارده فكرنا في الاول ان احنا نبتدي الموضوع من تحت، نبتدي من اول الطفوله، بس قعدنا كده وعملنا مشاورات، قلنا طب احنا ايه رايك نبتديها من فوق. عشان كده موضوع حلقتنا النهارده هيبقى عن المراهقه المتاخره. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في أول حلقات برنامج نفسي نفسي. استنوني بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم في الموضوع، وفي أول حلقتنا النهاردة عن المراهقة المتأخرة. إيه أسبابها؟ إيه السلوكيات النفسية اللي أدت لده؟ هل ده كانت بدايته إن إحنا أصلا الطفولة كان فيه حاجات غلط في السلوكيات؟ كل الكلام ده إن شاء الله نعرفه مع الدكتور جمال عبد الحميد، استشاري علم النفس. أهلا وسهلا اهلا بحضرتك. بيك يا فندم. أحسن. دكتور، النهارده بصراحة أولى حلقتنا، فاحنا عايزين إن شاء الله نقدم إفادة كبيرة جدا للمشاهد. طبعا زي ما كنت قلت في المقدمة إن احنا مش هنهتم بس إن احنا إزاي نطرح القضية، أهم حاجة إن شاء الله في نهاية الحلقة يكون قدمنا الحلول اللي تفيد المشاهد كلها. دكتور، في البداية كده أحب أعرف يعني إيه أصلا مراهقة متأخرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا بهنيك بالبرنامج الجديد ده، لعل إن شاء الله يبقى في ميزان حسناتنا، ونحاول بقدر امين يا الإمكان رب، امين. نوصل للمشاهدين بعض المعلومات اللي هي قد تفيدهم في الحياة وتعلمهم الأجيال الجديدة كمان. باذن الله تعالى ان شاء الله. كلمة مراهقة متأخرة، نتكلم أول عن المراهقة العادية. المراهقة العادية هي فترة معينة من العمر، من فترات العمر، بتبقى من 12 ل 18 سنة أو ل 20 سنة، حاجة زي كده. أوكي؟ المراهقة المتأخرة دي هي وصول الشخص لسن معين، يعني يتجاوز 50 أو 55، ويسلك سلوك، هذا السلوك لا يتناسب مع سنه. سنه ومع مظهره ومع سلوكياته ومع دينه كمان. بالفعل. هنلاقي بعض الناس سواء في السيدات أو في الرجال بيظهروا بمظاهر لا تتناسب مع الثقافة بتاعتهم ولا سنهم ولا وضعهم الاجتماعي. على سبيل المثال تلاقي السيدات هتلاقيهم بيلبسوا لبس مزخرف شوية، في ألوان يعني فاقة كده شوية، يلبسها الأطفال ويلبسها الفتيات الصغيرات. وتلاقي دايما الست تلبس كعب عالي، تلبس عباءات كده فيها زخرفة ومشقرزة كده زي ما بيقولوا، وتلاقيها تحط ميك اب عالي وتظهر بصورة لا تتناسب مع وضعها مع سنها كأم، تماما. كأم أو كجدة كمان. وهتلاقي كتير او مع عاداتنا برضه تقاليدنا اصلا في الاساس. طبعا ولا ديننا. طبعا. هتلاقي مثلا في بعض الدراسات اللي اتعملت توجد ان في سيده تجاوزت ال 60 سنه وكانت مصادقه ولد شاب يعني عنده 30 سنه، ومع الاسف كانوا في مقهى واتمسكوا وراحوا القسم واتصلوا بحفيدها يجي خدهم. بالفعل. وفي شخصيات كتير قوي مشهوره جدا طبعا بدون ذكر، كانت نفس الحاله دي بالظبط. تمام. هتلاقي طب ده بالنسبه للسيدات. في الرجال بقى بتلاقيه يعني الوضع الى حد كبير نفس النظام، تلاقيه يصبغ شعره، تلاقيه يلبس ملابس ملونه لا تتناسب مع سنه، يروح يعمل مانيكير وباديكير وحاجات زي كده. وتلاقيه دايما حتى على التواصل الاجتماعي تلاقيه بيصاحب بنات صغيره او شباب صغير، يحاول بقدر الامكان يلفت نظرهم. في الحالتين بقى يا استاذ رامي نتكل ايه بقى المراهقه المتاخره دي؟ ان الحرمان العاطفي والانفعالي في مرحله الطفوله. وجد في الدراسات حاجات كتيره جدا ان الولد اللي او البنت اللي بتاخد حنان في مرحله الطفوله بتطلع شخصيه داعمه وشخصيه ايجابيه وتقدر تعبر عن نفسها وما تبقاش محرومه من الحب. اما الشخص اللي هو الطفل اللي هو لا يصل له هذا المقدار من الحب والعاطفه هتلاقيه شخصيه هشه ودايما يبحث عن الحب والعاطفه في سنوات العمر المختلفه لما بيكبر. اللي هو بمعنى صح يعني، او بمعنى مبسط شويه، ان هو ما عاشش ده وهو صغير، فاضطر ان هو عايز يعيش وهو كبير. بالظبط. بس ده يخليني اسال سؤال. تعال نقول وهو صغير او في سن المراهقه عموما، طبعا المفروض ان سن المراهقه ليه حاجات معينه او بعض السلوكيات المعينه بنتكلم في الطفوله الاول. اللي فيها يعني السن. اذا لم يحصل الطفل على الحنان والعاطفه والمشاعر من الاب والام هيطلع جاف في المشاعر. ده من البدايات خالص. ده في البدايه، ما انا بقول لك هو طفل، فيجي بعد كده لما يوصل لمرحله المراهقه هيبحث عنها، فهيسلك سلوكيات مش مظبوطه. لما يوصل لسن متقدم من العمر وما حصلش على هذا القدر من الحنان والعطف والمشاعر هيضطر يبحث عنها. في اسباب بتؤدي لكده، طبعا في اسباب كتيره طب بتؤدي انا عندي لكده. بس هنا سؤالين. حضرتك قلت دلوقتي ان ضعف العاطفه او قله العاطفه وهو طفل هيؤدي ان هو هيدور ده في سن المراهقه. طيب المراهقه والشباب والشيخوخه ما كمان. هو ده السؤال نفسه. أيوة. هنا دلوقتي هو بالفعل دور ده في سن المراهقه فعمل ده في سن المراهقه. طبعا هي كلها سلوكيات خاطئه. بالظبط. وهنتكلم عن الجزئيه دي بعدين ان شاء الله مفصلا. بس هو خلاص اوريدي عمل ده في سن المراهقه، طب ليه هيعمله في سن بعد كده؟ لانه لم ياخذ الجانب الوجداني بقدر متوسط او كبير. خد جزء منه، ممكن يكون خد جزء منه في الطفوله لكن ما اشبعش رغباته، فبالتالي بس بيبحث عنها في مرحله المراهقه. يزداد امتى الموضوع بقى؟ لو حتى هذا الجزء من الجانب المشاعر والعاطفه والوجدان ما حصلش عليه في مرحله المراهقه برضه، هيلجا ليه في السن المتقدم. يلجا ايه؟ تلاقيه دايما يخش على النت، يتكلم مع بنات صغيره، يلبس لبس معين، يعني يلبس لبس لا يتناسب مع سنه. وكنت اعرف صديق
جه يعني هو تجاوز ال50 وجه لقيناه لابس لبس يعني غريب شويه، لدرجه انه نزل في الشارع وقعد على القهوه. فحد من ان هم يعرفوا يعني مستغرب طبعا لا يعني ده اللي هو كمان ايه ده اللي عامل كمان نفسه ده ده. كمان عمل له ايه ده، قال له ايه ده يعني، قالوا له جرحوه، فاضطر طبيعي. انه يرجع تاني البيت يغير ويرجع ويغير تاني. اللبس ده. هو كان بس بيجرب يشوف رد رد يعني الفعل. طبعا 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 تمام. طبعا. فبالتالي احنا لازم نبقى واخدين في اعتبارنا ان انا ادي الحنان والعاطفه لابني عشان لما يوصل لهذه المرحله. لكن هتلاقي برضو كتير قوي ناس متقدمين في السن هم عندهم فراغ، حرمان عاطفي وفراغ نفسي وفراغ اجتماعي. الفراغ دي الفراغ اكبر مشكله. طبعا الفراغ النفسي والاجتماعي ده حاجه بشعه قوي. ممكن يكون وصل ما بيحققوش رغباته الوجدانيه دي والمشاعر مع زوجته مثلا. على سبيل المثال بعض السيدات لما السن يكبر بيها، مش هنقول يكبر قوي يبقى كهلاء، لا بتكلم على حته ان هم يوصلوا مثلا 50 من دورنا كده، فتلاقي ايه العواطف بدات تقل في تعامل الزوج والزوجه. على الرغم ان دي حاجه مهمه جدا، لابد ان المراه او الزوجه يعني تاخد بالها من الموضوع ده قوي، تهتم بنفسها. كلما تقدم السن كلما انها تهتم بنفسها اكتر وتهتم بجوزها اكتر. بالفعل عشان هو ما يبصش بره. ما هو بيبحث بره ليه؟ حاجه فاقدها في ما هو بيته. عايش في البيت في فراغ. يعني لا كلمه حلوه. يعني انا اعرف واحده كان لما جوزها يسالها بتحبيني تقول له قول لي بسرعه عملت ايه؟ عملت ايه غلط مش عملت ايه صح. بقى السؤال نفسه في حد ذاته الرومانسيه انت كده بتتودد، فشكلك في حاجه يبقى انت عملت حاجه وعايز تصالحني. فبالتالي هي قتلت الرومانسيه اللي هي او اللحظه اللي كان عايشها. احنا عندنا في مجتمعنا في حاجتين مهمين جدا، بنغفل الاطفال وبنغفل الناس الكبار. فلازم نديلهم الرعايه والاهتمام اللي بنديه للاطفال نديه للناس في السن الكبير لسبب بسيط، عشان هيلجأ يتصرف تصرفات هتضر الاسره كلها. طب دكتور بالنسبه للاطفال، حضرتك مش شايف ان ممكن لو الحنان الزائد عن اللزوم ممكن يؤدي لسلوكيات برضو اسوأ عند الطفل؟ طب الحنان افضل ولا الحرمان؟ هو انا اعتقد يعني في رايي الشخصي ان ولا كده ولا كده، هو دايما التوسط خير الامور الوسط وجعلناكم امه وسط. بالفعل. بس الحنان لما دي زايد انا بطلع شخصيه ناضجه قادره على مواجهه المشاكل والصعوبات. لكن ما دللش. في فرق بين ان انا احنن يبقى في حنان وتدليل. التدليل يؤدي بالفرد الى مشاكل عويصه ويطلع طفل او يطلع شخص بقى، مش هنقول طفل، غير واثق في نفسه بالفعل. لا يعتمد على نفسه، شخص ضعيف، بيعتمد على الاخر، سلبي في تعاملاته، ايجابياته قليله جدا، ما بقاش عنده ايجابيات، بيبقى يحب ياخد يبقى اناني ياخد وما يديش. بالفعل. وطبعا زي ما في ناس مشاهدين دلوقتي عايزين يقولوا وبتاع ماما وبتاع بابا برضه، يعني طب احنا سمعنا الكلمه دي كتير. يعني هي كلمه بتاع بابا، طب ايه يعني لما يكون بتاع بابا بس يلتزم؟ يعني الالتزام في السلوكيات هي بتاع بابا او بتاع ماما، يلتزم يشوف ماما بتاع، اصل مش معقوله ماما تكون بتعمل حاجه غلط بس بالمعنى الدارج، يعني اللي هو دايما ابن أمه. هو اللي هو دايما معتمد عليها في كل حاجه او معتمد على بابا في كل حاجه، وهو ما بيعملش اي حاجه كشخص. ليه دايما بنغفل دور الام؟ الام مدرسه، اذا اعددت شعب طيب الاعراب، صح؟ الام دي هي اللي بتربي. الاب بيشارك في التربيه، لكن في المقام الاول الام هي اللي تربي. حقيقي مش كلام مش مبالغ، مش كلام مسترسل، لا لا الام مدرسه اذا الام هي اللي تربي بالفعل، وليس الاب. الاب يساعد في التربيه، ليه دور مهم جدا، ان هو يعتبر اللي هو الحازم، اللي هو ماسك البيت، هو الليدر القائد بتاع البيت بالفعل. لكن نغفل دور الام، لا الام طبعا دورها مهم جدا وايجابي وبتطلع شخصيه. يعني الشخصيه لو شفنا كل المرضى النفسيين هتلاقيهم ان هم افتقدوا حنان الام في فتره من الفترات، او تثبتوا بقى على راي فرويد ان تثبتوا على مرحله من مراحل الشرجيه او مراحل الفميه او الكلام ده كله، فدخلوا في صراع مع المرض النفسي. واخد بالك؟ لكن الحنان في فرق بين ان انا يبقى الولد ياخد قسط من الحنان، وفرق بين انه يدلل. والتدليل غلط. العقاب حلو، يعني العقاب انا مع العقاب للولد، بس مش العقاب البدني المفرط، لا انا مع العقاب المعنوي، ان احرم الطفل من حاجه معينه لما يخطأ وطبعا واسيبه والعكس صحيح. طبعا ويساب. في مبدأ الثواب والعقاب، هو عمل حاجه كويسه انت هتثوب عليها عشان فعلا يكررها تاني وتالت طالما كويسه واتثوبت عليها، ولو عمل حاجه خطأ
لازم يعاقب عليه عشان يعرف ان ده خطأ، يعاقب على يعني والا هيكرر تاني وتالت، لا مفيش نتيجه او مفيش مبدأ عقاب يعني. مبدأ الثواب والعقاب ده حتى في الإسلام. مهم. يعني من سن سنة حسنة فله مثلها ومثل من عمل بها، ومن سن سنة سيئة له وزرها ووزر من عمل بها. فهي قصة الثواب والعقاب هنا مش ده بيدينا نور وبصيرة ان احنا نتصرف صح مش نتصرف غلط. مهم. وبعدين في نفس الوقت ايه، احنا مشاكلنا كتيرة في مجتمعنا هنا، بس مع الأسف ان احنا دايما بنبعد عن المشكلة. يعني الناس الكبار دول محتاجين رعاية ولا مش محتاجين؟ اكيد محتاجين. محتاجين رعاية وعاطفة ووجدان ومشاعر أكتر من وهم في سن الشباب. لأن هو بيبقى عنده في تخيلاته إن هو يعني خلاص كبر، فبيقاوم فكرة إن أنا كبرت وعجزت في إن أنا أعمل حاجة، هذه الحاجة تحسسني إن أنا يعني أنا لسه فيها إيه؟ لسه فيها الروح. لسه موجود. موجود. لسه عايش. بالظبط موجود. بالظبط كده. طيب دكتور، هو بالنسبه للمراهقه المتاخره، احنا قلنا سببين من ضمن الاسباب، اللي هو معاش او ما خدش حنان كافي ورعايه كافيه وهو طفل، او معاش سن المراهقه. تمام. طيب تعالى بقى ناخد سن المراهقه. حضرتك شايف ان هو عشان ما يحصلش مراهقه متاخره يبقى عايش سن المراهقه بالمفهوم العام او مفهوم الدارج؟ سن المراهقة لما أعيشه بانضباط. مهم. يعني ما يبقاش الولد مثلا يقول لك اروح اشرب سجاير، انا كبير، انا مش هذاكر، انا كبرت، انا ما يعني انا كل سلوكي كل تصرفاتي من نفسي، انا مش صغير، ما بقتش صغير. ودي بنلاقيها دايما في الولاد اللي هم داخلين ايه على اولى ثانوي، مرحله الثانوي ومرحله الجامعه شويه في الاول كده. انك انت توصل خصوصا عن لسن. سن البلوغ يعني. طبعا. خصوصا طبعا ان انت توصل لهذا السن لازم تعرف في ايجابيات وفي سلبيات. اول حاجه بيعملها ان بيتمرد على مصادر السلطه. مهم. ايا كانت بقى مصادر، اول مصدر السلطه الاب والام مم. والمدرس في الفصل والضابط في الاسم والمسؤول في الشارع، الكلام ده كله. مهم. يعني هو بيتمرد عليهم، بيحاول يكسر القواعد، بان الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان الاشخاص دول كلهم احنا اتكلمنا عليهم دول في الاول وفي الاخر عايزين مصلحتك ليس الا. بالفعل. فلو عشت مراهقه سليمه، هذه المراهقه عن طريق الرياضه، عن طريق رسم، عن طريق فن، عن طريق مذاكره، الابداع حتى في المذاكره. والمذاكره مش عقاب. يعني في ولاد في المدرسه في مرحله المراهقه دول بيعتبروا ان المذاكره ده عقاب، لان الام دايما اقعد ذاكر اقعد ذاكر اقعد ذاكر اقعد ذاكر، ده انت فاشل. برضو اللفظ نفسه في حد ذاته. طب دكتور معلش بالمناسبه دي، لان دي مشكله واجهتنا كلنا، بتواجه كل الناس يعني من الاول الى الابد. بس اقول لك على انا امي الله يرحمها ما قالتليش اقعد ذاكر. لا والدتي صراحه برضه والدي يمكن الجيل مختلف بس احنا لا هي كل الاجيال عموما او حاجه المعظم يعني. احنا هنتكلم على الاغلبيه. الاغلبيه بيقولوا. طيب هل ده الصح ان هو اقعد ذاكر اقعد ذاكر؟ طب هو احنا عارفين اوريدي دلوقتي ان ده ممكن ياخدها بعند، لان المرحله دي بالذات اكيد من اكبر سماتها العند. طبعا. فهل انا دلوقتي اتصرف ازاي كأب او كأم؟ اصاحبه، اتكلم معاه وما اتكلمش معاه في البيت. في كتير بيغلطوا غلطه كبيره انه يقعد في البيت يتكلم معاه، لا ما تتكلمش معاه في البيت. كنت في مكان هادي، غديه بره، عشيه بره، دخله سينما، دخله مسرح، واقعد اتكلم معاه وخليه يعني ايه يقول اللي جواه. اصل في الفتره دي فتره مستقطبه، بمعنى إيه؟ ان كتير قوي من الاولاد بيستقطبوا لحاجات مش كويسه. الادمان انتشر والحاجات السلوكيات الخاطئه انتشرت والفيسبوك والكلام ده كله، ده بيؤدي بينا ممكن نستخدمه استخدام كويس جدا. اذا احسننا استخدام هذه الوسائل من التواصل الاجتماعي هنبقى شعب كويس جدا، واحنا عندنا الاستعداد لهذا. لكن احنا مع الاسف دايما بناخد السيء من الموضوع. دي المشكله. دي مشكله. فلازم نواجه. يعني انت حضرتك لو ماشي في الشارع ومعدي على مدرسه الصبح هتلاقي اولاد بيشربوا سجاير. ممكن الاستاذ رامي راجل محترم وراجل متدين هيروح قايل للواد يا اولاد ما فيش داعي كده، حرام، اتقوا الله. لو 5 بيشربوا في منهم 2 ممكن يستجيبوا يقول لك لا مش هنعمل كده، يتاثروا. لكن مشكلتنا ان احنا دايما في المشكله ما بنحلهاش غير بعد ما تحصل الكارثه. والمشكله موضوع العند. العند ما سمه من سمات الفتره. ممكن يتاثر بس عنده الداخلي، او عشان شخصيه عنيده او سنه اصلا بيوديه لكده ان هو عنيد، يقول لك لا يا عم هو ماله مثلا، او لا انا حر، انا كبير انا مش صغير. انا هقول لحضرتك على حاجه. انا جنب المستشفى اللي شغال فيها في كذا مدرسه، وبلاقي اولاد وبيكونوا مزوغين من المدرسه الصبح. اقول له طب انت مزوغ ليه؟ طب مش حرام عليك؟ طب ابوك مش بيدفع لك فلوس؟ طب انت ضيعت نفسك ليه؟ في مدرس جوه بياخد فلوس عشان يوصل لك المعلومه. طب انت بتشرب سجاير، ايه السيجاره تستفيد منها ايه؟ بكلمه بقى كأب.
والله كتير بيستجيبوا وبيقولوا لا خلاص احنا مش هنعمل كده تاني وبتاع. الله اعلم، بس انا خدت ثواب ان انا اديت له نصيحه. مهم. ما هو اديني النصيحه، انا مين النهارده بينصح؟ ما هو انت لو نصحته ممكن الكلمه اللي انت قلتها له دي تاثر فيه. طب دكتور، هو مش يمكن يكون بالفعل ان دي من ضمن اكبر المشاكل عدم الاهتمام الكافي فعلا من الاب والام، اللي هو ممكن ما ينصحوش، يعني ممكن شافه بيعمل حاجه غلط فهو ممكن يقول معلش اصله مراهق، مع ان طبعا ان المراهقه دي سلوكيات، مش كل مراهقه او مش كل حاجه هنعلقها على شماعه أصل انا مراهق او هو مراهق، اعمل غلط زي مثلا السجاير او حاجات كتير غيرها يعني، وعلق الشماعه اصل هو مراهق. في اهالي بتعمل كده، يعني اصل هي مش مشكله سن المراهقه يعني. معلش، بس ممكن في سن المراهقه دي هي اللي بتحدد شخصيه الفرد بعد كده. مهم. يعني لو ما جابش مجموعه في الثانويه العامه بيخش كليه بيضيع، يعني بيخش حاجه مش عايزها، فبالتالي ما بينفعش فيها، فبالتالي ممكن يسيب الدراسه. يعني ممكن في فتره من الفترات ان في ولاد بيسيبوا الدراسه وبيندموا بعد كده. احنا بنقول ايه؟ ان من سمات المرحله العند. طب انا عشان ما عانيتش او انا بعند، طب اديني اساس، يعني تناقش معايا وكلمني. مهم. طب ما هو انت بتتكلم على المراهقه العاديه، طب المراهقه المتاخره بقى، لو انت نصحت انسان راجل كبير او ست كبيره ان اللبس اللي حضرتك لابساه ده او الميك اب اللي انت حاطاه ده لا يتناسب مع سنك، تعمل معاك ايه؟ اكيد هي اولا انها تهرج بصراحه، بس اكيد ممكن لا هي تقول مش انت ممكن، هي مالك. ممكن ابسط ممكن حاجه هي هتقول انت تحرجك مالك، انت. ايوه ابسط حاجه هتقول انت مالك، انت مش تبع، ما تخصكش في حاجه. لو لقيت واحد مثلا راجل شاب كده، راجل يعني كبير معدي ال 55 ولا 60، ولابس قميص مثلا ملون او احمر، او لابس نظاره بسلسله، او لابس خاتم، او لابس شورت، ولابس يعني الواحد مش عايز يتكلم، بس بشوف نماذج من كده. كتير، واخد بشوف بالك؟ نماذج انت كتير. اوكي مفيش مشكله، اتعامل، بس لبس الشورت ده مثلا على سبيل المثال مكانه فين؟ البلاج زي ما بيقولوا. مع ان برضو عايزين برضو دايما يعني نوجه للساده الجمهور ان برضو كل ده هي اخطاء. بلا شك. يعني هو البلاج هناك، بس برضو في الاخر في نقطه نرجع لها، القيم والاخلاق والمبادئ، وده هدفنا في البرنامج، ان احنا ازاي نرجع القيم والاخلاق والمبادئ تاني لحياه احلى. طيب حتى في البلاج انا برضو ده حرام بصراحه. لا ما احنا يعني هي مشكله ان هو في البلاج فده هيبقى مسموح. اوكي، بس هي القصه في ايه؟ انا ساعات بلاقي النهارده دلوقتي ناس ماشيين في الشارع بينزلوا بشورت، شباب وناس كبار، بينزل مم. بشورت الشارع يروح مشوار يجيب بيه حاجه، ويبقى راكب في العربيه لابس شورت. طب ده يتناسب مع سنك كشاب مثلا؟ ده ما ده ده يتناسبش مع مكان يعني. ده مهم. يعني تخيل برضو اختك ماشيه ولقيت واحد لابس شورت، يعني بالفعل. حرام ولا طبعا. خد وزر ولا ما خدش وزر؟ خد. فكده. فبالتالي برضو لما تلاقي برضو واحده لابسه لبس غير مناسب لسنها، مش هنتكلم على الشباب اللي هم ساعات بيبقى يعني فاجين في حته اللبس بتاعهم او السلوك بتاعهم، انا بتكلم عن الناس الكبار اللي هم اللي بنتكلم موضوع الحلقه المراهقه المتاخره، ان بيلبس لبس لا يتناسب مع سنه. مهم. وعندي في نقطه تانية كمان، الفتره دي بيبقى بيكثر فيها الزواج العرفي، مهم. فتره المراهقه المتاخره دي، بالفعل. لان هو عايز يثبت لنفسه ان هو لا زال قوي صغير. وصغير. صغير بس. فاول حاجه بيعملها ان بيتجوز عرفي مهم. او يتجوز شرع من ورا مراته، ويفاجئ بعد كده ان هو دخل في مشكله، يعني مشكله عويصه. يعني برضو من مشاكل المراهقه المتاخره دي ان بيحصل زواج عرفي، مهم. ويقولوا ان الجواز حلال، يعني واخد بالك؟ يعني انا يعني على حد علمي البسيط يعني نعرف ان الجواز العرفي ده مش ده وراه مشاكل كبيره لا هو قوي. ليه ضوابط معينه، ضوابط شرعيه معينه، بس طبعا هي طب ممكن ترتب لها حلقات طب تانية. استنى، يعني انت اخطأت، طب ما تخطأ في الصح بقى، يعني اخطأ صح، هو يعني ده. جواز شرعي. طب دكتور، احنا عايزين نحل. مم. عايزين نبتدي نحل. تعالى نبتدي نحل برضو من البدايه خالص، من تحت، من ساعه الطفوله. ممكن نوجه ايه للام والاب بحيث ان ما يوصلوش ابنهم او بنتهم ان هم يبقى عندهم مراهقه متاخره. هقول لحضرتك على حاجه، اول حاجه يبقى عندي حسن استماع. الرسول عليه الصلاه والسلام كان عنده حسن استماع، كان بيستمع اللي بيخدم في البيت عنده، بيستمع له وما يقولوش حاجه، يسمع من الاول منه. لازم اسمع ابني، لازم اسمع بنتي، لازم اتعرف على اصدقاء بنتي، ولازم اتعرف على اصدقاء ابني، ولازم اوصل لهم المعلومه بهدوء، من غير عصبيه ومن غير انفعال. يعني انا في العياده بيجي لي ناس كتير امهات مع الاسف هم بيكونوا سبب اساسي في ان الاطفال تمرض نفسيا. طبيعي، وسلوكياتهم تبقى مبتدأ اللغه، الحوار نفسه اللي بين مم. الام والبنت او الاب والابن بقى حوار فظ جدا ووحش جدا. يعني انت فاشل هتسقط،
انت مش عارف بعض الالفاظ انا يعجز السن ان انا اقولها. مهم. بيشتموا يعني بيقولوا الفاظ ما تتناسبش لا مع قيمنا ولا مع مجتمعنا ولا مع تديله على طول ديننا. طاقه سلبيه، يعني بدل ما يبقى فيه حوافز لا بقى فيه طاقات سلبيه لا بتيجي. ده الولاد بيعملوا الغلط وهو عارف انه كده كده لو حتى عمل الصح هيتشتم، مهم. هيلام ويهان. فكده كده فبيعمل خلاص غلط. لا انا اعمل على مزاجي انا او اللي يبقى يريحني انا كمراهق. يبقى في المقام الاول انا اعلم ابني، ها. هيبقى عندي حسن استماع ليه، اخليه يعبر عن نفسه ويقول رايه في مشكله. ما هو احنا برضو التلفزيون ده او يعني ده اداه جامده جدا بتوصل معلومات. يبقى لما تيجي تتفرج على حاجه استفيد واقول لابني انت الموضوع ده مناسب لو ليك. يتناسب معاك والمشكله دي تقدر تحلها ولا لا. يعني قول انت هتحاول تحل لو انت مكان البطل اللي في الفيلم ده ولا في المسلسل هتحل المشكله دي ازاي؟ مم. وانت بره اهو انت شايف الموضوع، قول هتحل ازاي. واديله كمان حاجات واجبات يعملها، ده واجبات كده لو اجتماعيه، هخليه يكتسب خبرات كمان يعني. هيخلي عنده ثقه في نفسه، يعبر أها. عن نفسه. ومسؤول عن نفسه انا مسؤول عموما. يبقى لما يتعرض لاي مشكله بره هيقول مش هيكتب. مهم. والكذب ده آفة موجودة في مجتمعنا صعبة الكذب. جدا جدا جدا. الكذب. وبيقول لك الكذب ايه وبيحلف كمان، يعني الكذب ده بيقول لك لا مفيش مشكلة. يعني مفيش مشكلة في الكذب. طبعا بقى في مسميات كتير، ده كذب ابيض، لا اصل بس مش عايزه يزعل، لا هو مش ده عايزاه بقى يزعل. التبرير للخطأ. اه. ان انا اعمل الخطأ وابرر. انا بشرب سجاير لكن عشان ما أبقى احسن من اللي بيشرب مخدرات. انا بشرب مش عارف شيشة احسن من السجاير. طب دكتور عشان وقت الحلقه للاسف وشك على الانتهاء يعني، فعايزين برضو نوجه اكتر ايه الحلول اللي نقدر نعملها. انا كبير دلوقتي، حاسس ان انا لا لسه في حاجات كان نفسي اعيشها وانا مراهق. اقرب الناس اليه المفروض يوجهوه ويقولوا له لا كده ما ينفعش، لان ممكن هو يتصدم ويشغل نفسه بقى ان هو يقرا، يتفاعل، ينضم لاي جماعه من الجمعيات المجتمعيه الراقيه دي اللي بتعمل حاجات 57. يشغل وقته، يشغل يشغل يعني وقته هو بفراغه. الفراغ المادي والفراغ اكبر العاطفي عامل. دول اهم حاجتين هم اللي بيخلوا الشخص يلجا لهذا الموضوع. مهم. انما لو بيشتغل يصحى من النوم يروح مكان معين يرجع يأدي عمل، وفي ده مجتمعنا محتاج قد 90 مليون 90 مليون عشان يشتغل فيه. ده شويه مطر في اسكندريه ضيعوا الدنيا. بالظبط. يعني فلازم يبقى ان ما يشغل نفسه، يحاول بقدر الامكان يشاور ويستشير، يعني يقول ويسمع كلام الاخرين. وبعدين الزوجه المفروض تقول لزوجها لو جوزها عمل حاجه كده ولا كده، والزوج يقول لزوجته، والاخ يقول لاخته، يعني النقط دي هكذا. بقت غايبة شوية. دكتور جمال عبد الحميد استشاري علم النفس، أنا سعدت جدا بيك في الحلقة النهاردة. انا لا أمسك. أتمنى إن شاء الله يبقى على تواصل دايما في حلقات قادمة إن شاء الله لمواضيع أكبر ونوجد لها حلول بإذن الله. شكرا. أعزائي المشاهدين، زي ما سمعنا النهاردة، إحنا ليه نسيب نفسنا لحد ما نوصل للموضوع ده مراهقة متأخرة؟ ليه أي أم وأي أب ما يبتدوش من وهو صغير ياخدوا بالهم من دلوقتي اللي أنا مش هوصل ابني، أنا مش مهم دلوقتي هو كطفل، في عوامل معينه لازم نلتزم بيها من دلوقتي وهو لسه طفل عشان خاطر ما تاثرش عليه وهو كبير. بالفعل لازم اديله الحنان الكافي والرعايه الكافيه، زي ما الدكتور قال ان ما يبقاش اوفر، يعني دايما حتى في مثلا عندنا الشيء ان زاد حده هيتقلب ضده. وفي نفس الوقت مبدا الثواب العقاب، انا هعاقبك على حاجه انت عملتها غلط، بس لازم يكون في البديل ان لو عملت الصح انا هديك الثواب ايا كان الثواب ده. في حاجه كمان ان دايما الام والاب يبقوا قدوه، لازم يكون قدوة. يعني ايه مثلا انا بربي جيل او في سن صعب او في سن المراهقه وانا شخصيا كأم ما بعملش ده او بعمل حاجات تبقى هي اصلا سلوكيات خاطئه، خرجت بره لبست حاجه مش كويسه غير لائقه بسني او غير لائقه عموما او كده، ده طبعا هيؤدي الى مشاكل نفسيه عند الطفل ده، وده هيأثر عليه بالسلب لما يكبر، وهيضطر ان بعد كده هيأثر عليه على اولاده هو كمان. في حاجه اخيره حابب اقولها اعزائي المشاهدين، بجد انت وانتي اللي سامعيني دلوقتي اللي سن المراهقه، مراهقه مش يعني اني هعمل اي حاجه ده انا في سن المراهقه، بالعكس المراهقه ليها ضوابط معينه ان شاء الله هنتكلم عليها تفصيل في حلقه قادمه باذن الله. سعدت بكم اعزائي المشاهدين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم رامي الجيار.